ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نتكلم عن الناس اللي ما بتعرفش ترد على الكلام الحلو. عارفين الناس اللي لما يجي حد يقول لهم كلمة حلوة او مجاملة لطيفة يتوتروا كده وما يعرفوش يردوا، اوقات بيردوا بحاجات غريبة قوي تخلي اللي قدامهم ده يستغرب ايه الرد ده او يندم كمان انه اصلا قال لهم كلمة حلوة. تيجوا نعرف ايه السبب اللي بيخلي الناس تتوتر ما تردش على الكلام الحلو بطريقة كويسة، او ترد بطريقة غريبة جدا تخلي اللي قدامها يستغرب الرد بتاعها ده. تعالوا نشوف أسبابه إيه. أول حاجة، فاكرين لما قلنا في الكلام الوحش إن الناس بتتوتر علشان كده ما بتعرفش ترد على الكلام الوحش؟ أهو برضه في الكلام الحلو الناس بتتوتر ما بتعرفش ترد على الكلام الحلو. طيب، إيه تاني؟ فاكرين برضه لما قلت لكم في الكلام الوحش طريقة تفكيرنا هي اللي بتخلينا ما نعرفش نرد على الكلام الوحش؟ أهو برضه طريقة تفكيرنا هي اللي بتخلينا ما نعرفش نرد على الكلام الحلو. عارفين كده لما تفكروا في نفسكم ان احنا لا، احنا ما نستحقش الكلام الحلو ده، احنا اقل من كده، احنا ما ينفعش نقبل الكلام الحلو ده، احنا الكلام الحلو ده مش مناسبنا، احنا الكلام الحلو ده مش بتاعنا، ده اكيد لحد تاني. اهو برضه طريقة تفكيرك بالمنظر ده بتخليك مش قادر تتقبل الكلام الحلو. طب تعالوا كده لما نلاقي مخنا بيفكر بالطريقة دي نقفشه كده ونقول له تعالى يا عمي هنا، هو انت ليه بتقول لي الكلام ده؟ هو انا لو واحد صاحبك او حد انت بتحبه هتقول له الكلام ده، ولا هتقول له الكلام بطريقة احسن من كده وهتحاول تزود ثقته في نفسه؟ بل بالعكس، هتحاول تجمل الكلام علشان خاطر ايه؟ ما تزعلوش. طب اعتبرني واحد صاحبك وقول لي كلام حلو. في سبب كمان، عارفين الناس اللي بتخاف انها تقبل الكلام الحلو ده او ترد عليه او تصدقه لحسن الناس تقول عليها انها مغرورة؟ اهو برضه في ناس بتخاف كده تقول لحسن الناس تقول عليها انها مغرور. طب ما تيجوا نعرف ايه الفرق بين الغرور والثقة بالنفس. الثقة بالنفس ان انا اكون عارف نقط قوتي فين، وان انا ذكي في ايه وكويس في ايه ومصدق ومؤمن بيها. طب الغرور، الغرور بقى ان انا ابقى عارف ان انا من جوه فاضي وما عنديش اي نقط قوة، بل بالعكس بحاول اثبت للناس ان انا عندي وعندي وعندي علشان خاطر ايه؟ يتقبلوني او يحسوا ان انا كويس. ده الغرور. معنى كده ان هو ملوش علاقة خالص بطريقة ردنا على الكلام الحلو. طيب، تيجوا نعرف بقى ايه هو التواضع اصلا. التواضع عمره ما كان ان احنا نقلل من نفسنا، او ان احنا نحس ان احنا قليلين، او نبقى قاعدين في قاعدة ما نحاولش نتكلم خالص عن نفسنا علشان ما نحسسش اللي قدامنا ان احنا مغرورين. بالعكس، انت كده هتختفي تماما، عمر الناس ما هتشوفك طول ما انت ما بتتكلمش عن نفسك، ما بتتكلمش عن اللي انت بتعمله. مش لازم تقول انا وانا 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 وانا، لا خالص. زي ما الناس بتتكلم عن نفسها اتكلم عن نفسك بمنتهى الثقة. ده اللي هيخلي الناس ما تحسش انك مغرور. بمعنى اصح ما تقولش حاجه مش فيك وتقول ده انا عندي وعندي وعندي، لا، قول اللي عندك، قول اللي انت بتعمله. ان انا مثلا باخد كورس في كذا، ان انا بعرف اعمل كذا، ان انا بعمل كذا. لكن ما تكونش حاجات انت ما بتعرفش تعملها وما بتعرفش تقولها وتروح تقول انا بعرف اعمل كذا، انا عندي كذا. ده اسمه الغرور او كمان الكذب. خلينا متفقين بقى ان التواضع عمره ما كان ضعف. التواضع ده ان احنا بنكون عارفين ومصدقين ومأمنين بقدرة ربنا، وعارفين هو حاطط جوانا ايه، علشان كده ثقتنا في نفسنا بتكون زيادة. والتواضع ان انا اكون لطيف مش ان انا اكون ضعيف. خلينا متفقين الضعف بيولد الخوف، والخوف بيخليك تختفي تماما. فالتواضع ان انت تكون بني ادم لطيف بترد بطريقة كويسة على الناس، بتتقبل اللي بيتقالك وبترد عليه كمان بطريقة كويسة. طب تيجوا نعرف بقى نرد ازاي على الكلام الحلو لما حد يقول لنا مجاملة لطيفة او كلام كويس. نقول له شكرا، نقول له شكرا وبس. نقول له شكرا واحنا مصدقين من جوانا ان احنا بني ادمين كويسه، ان احنا فينا ميزات. واحده واحده مخنا هيستقبل الكلام ده وهيصدقه، وهيخلينا بعد كده نتقبل الكلام ده من غير اي خوف. وحاجه كمان، لما احنا نرد على الكلام بطريقه كويسه ونقول له للي قدامنا شكرا، هو هيكون مبسوط قوي بالمجامله اللطيفه اللي هو اداها لنا، وهيتبسط او هيحب ان هو بعد كده يقول لنا كلام لطيف زي. خلينا متفقين على حاجه، بلاش نبالغ في التواضع علشان خاطر ما نختفيش خالص. واحب اقول حاجه اخيره، ان التواضع هو علامه القوه الحقيقيه، القوه اللي بتكون موجوده جوانا، اللي موجوده في قدراتنا والحاجات اللي بنعرف نعملها.